سلام عليكم. كتير مننا عندنا الفرش بتاعه لمامة السجاد ديت، واول ما بتتوسخ وبتبقى بالمنظر ده خلاص ما بتلمش معايا، وكتير من الناس بيرميها وما يعرفش ان ليها حل بسيط جدا ونقدر اننا نرجعها جديدة تاني. كل اللي بعمله اني بفرش فرشة كده وبجيب شوكة معايا وبشيل الراس بتاعتها البيضة ديت علشان اعرف اتحكم فيها، وبنزل كده بالشوكة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، باجي من فوق لتحت واكحت فيها جامد كده، ببص الاقيها نزلت بقى كل اللي فيها. بالنسبة بتبقى لما فتل كتير وشعر والحاجات اللي بتبقى في الارضية ديت، وبسهولة جدا بتلاقيها بتطلع معاكي بالشوكة. انتي بس بتكحتي كده جامد شوية وبتبصي تلاقي الموضوع سهل معاكي، مش صعب ولا حاجة، وفي ثواني بتكون اتنضفت معاكي كمان. زي ما انتوا شايفين، بتبقى لما كمية وساخة يعني كتيرة جدا. وهتشوفوا دلوقتي اللي هيطلع منها بجد، يعني بيطلع منها حاجات كتيرة جدا، بتلم كتير جدا. فالحاجة بقت غالية وبدام ينفع اني اعيد تدويرها تاني واستخدمها تاني وانضفها معايا، يبقى احسن بكتير طبعا من اني ارميها واشتري واحدة جديدة. لا، دي بترجع جديدة تاني وبتلم معاكي وبتشتغلي بيها بكل سهولة. وحقيقي بجد الطريقة ديت يعني انا استفدت بيها ودايما بعملها. فسايباها زي ما انتم شايفين كده لغاية ما لمت كمية زبالة كتيرة قوي. بصوا يعني مش عارف، بصوا بقى بعد ما خلصناهم بتلاقيها زي الفل، لكنها رجعت جديدة تاني. بجد يعني بطريقة بسيطة وسهلة قوي. شايفين دي كمية اللي انتوا شايفينه بقى ده طلع منها ازاي ما تعرفيش، بتبقى لما كتير قوي. وبكده رجعت جديدة معايا وبمنتهى السهولة. وسلام.